وصفتين للقطايف. أول واحدة بنشتريها بفلوس كتير قوي من البراندات الكبيرة، والتانية الكلاسيكية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. هقول لكم كمان ازاي تخزنوها في حالة الطوارئ لو مش هتعملوها في نفس اليوم. هنجيب القطايف ونبتدي ان احنا نقفلها لحد بعد النص بحاجة بسيطة كده، وهتجيبوا اي بديل للنوتيلا، وانا بستخدم بتاعه ساليسو كري، طعمها تحفه يا جماعه وخطيره. هبتدي بقى ان انا احشيها بالشكل ده، وازينها بشويه من اي مكسرات بتحبوها، وبس كده. الطبق ده خطير وسهل جدا لو انتوا عندكم ضيوف جت فجأة، او انتوا مثلا مش عارفين تعملوا حلويات ايه وعايزين حاجة سريعة، تقدروا تعملوها بكل سهولة. طعمها كان خطير وبتدوب كده في البق، وطبعا مش محتاجة اقول لكم سعرها بيتباع بكام بره. والطريقة التانية اللي كلنا متعودين عليها، هنطحن شوية من المكسرات اللي بنحبها. وانتوا بتطحنوا المكسرات ما تطحنوهاش قوي، سيبوا منها قطع كده عشان تحسوا بطعمها. هتضيفوا لها جوز هند لو انتوا حابين، ومعلقة كبيرة من العسل الابيض، دي اساسي عشان الحشوة تبقى متماسكة وحلوة قوي. هتحشوا كده القطايف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولازم تضغطوا على الاطراف كويس جدا عشان وانتوا بتقلوها في الزيت ما تفتحش منكم. ولو انتم مش ناويين تعملوها في نفس اليوم، يبقى لازم تحشوها قبل ما تغلفوها كويس قوي وتحطوها في الفريزر وتطلعوها وقت ما تحبوا تقلوها في زيت سخن، ونفضل نقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتم شايفينه ده. وهي لسه سخنه كده بطلعها من الزيت على الشربات التقيل البارد. والشربات التقيل بيتعمل بكوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه، بقلبهم على البارد وبعد كده برفعهم على النار. اول ما يغلوا بعصر عليهم نص ليمونه، وبسيبه 10 دقايق يتقل على نار اقل من المتوسطه، وفي الاخر بضيف له معلقه كبيره من العسل الابيض ورشه من الفانيليا، واقفل عليه واسيبه بقى يبرد خالص. شايفين بقى شكل القطايف يفتح النفس وحلوه ازاي؟ وبس كده قلت لكم كل اسرار القطايف اللي هتخلي طريقتها معاكم سهله وسريعه. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها، وهستنى بقى تقولي لي رايكم فيها ايه.